وصل مرحله يطلع زوجته ويستعرض بيها قدام المجتمع وقدام الناس، وهذا يطلع اخته وذاك ما ادري وين شي يطلع منه ويطلع. يعني عم عيب، والله عيب، اكو شيء اسمه عيب لازم تعرفه انت. انت اللي قاعد تطلع زوجتك وتطلع اختك وقاعد تعرضها للعالم، هذا عيب عمي عيب. لا تقول لي ساترها، لا تقول لي ملبسها ما ادري شلون، عيب عيب. تكون هو يقول عندك لك مروءه، يكون عندك مروءه وتكون عندك غيره فعليه تمتلكها انت كعراقي. ما تسوي هذا الموضوع. واكو يقول لك انا هسه نطلع وياها بمول وهم الناس تشوف. لا هسه هذا واحد، بس انت قاعد تعرضها، انت قاعد تعرضها للعالم. مو اعرضها، ايش التعبير جارح لهم، يعني كانما جارح. ليش؟ هو عنده غيره حتى ينجرح من هذا الكلام؟ لا هو لو عنده غيره ما يطلع. لا، اللي عنده غيره هاي حريته وهي موافقه، هو ما ادري يعرضها، هي عندها قرار. انا ما لي علاقه بها، انت سالتني الي انا، هذا جوابي، انا هذا رايي. انا اقول اللي عنده غيره وعنده شرف وعنده ناموس وعنده مروءه ما يطلع مرته وزوجته واخته يطلعها للسوشيال ميديا، عيب. بالمقابل شكو اكو ناس من خلال السوشيال ميديا فيديوهات قاعد تطلع بمنتج ايجابي للمجتمع. مثل تظهر لك فد حالات جميله جدا، او حالات لربما انه الاعلام ما مسلط الضوء عليها، قاعد نستفاد من خلالها مقاطع صغيره قاعد تفيدنا ونستفاد منها. هذا وين وهذا وين؟ ليش هذا مشهور وهذا مشهور؟ مو هي المشكله بالمجتمع. المشكله المجتمع انه يحب السلبي. هسه هم نصرحوا هاي كافي وايد حكينا.